طيب جبنا لكم أحسن خبز لازم تشتريه من نيويورك. إذا جيت نيويورك، قالوا جيت نيويورك، قال أيوة. قالوا له أكلت من البيجل؟ قال لهم لا. قالوا له ما جيت نيويورك. من جد هذا قصته باختصار. هم اللاجئين اليهود لما جو من بولند ومن الأماكن اللي حولها في أوروبا، هاجروا على أمريكا وخاصة على نيويورك، جابوا معاهم هذا الخبز. هذا الخبز هو البيجل، يجي بأشكال وألوان مختلفة. إذا أنت قد عشت في أمريكا لازم تعرفه بصراحة. هو في نيويورك هو الأشهر وهو الأفضل وهو الألذ. أنا أحب جدا أني أفطر عليه. يعني حتى لما أخرج من نيويورك وأسافر وأروح برا، أول ما أرجع على نيويورك أول شيء أسويه فطور أفطر عليه. شوف البيجل هذا اسمه everything bagel. أنت ممكن تحشيه باللي تحب. أنا أحب أحشيه بجبنة الهالابينوز. Impressive camera. Oh, thanks. It's a ZVE10? This is the ZV-E1. ZVE1? Oh, wow. Actually, sorry, this is the ZV-1 Mark II. The naming conventions of Sony, it's crazy. الكلام كله والزحمة على هذا. خلينا نشوف هذا الكروسون تبعهم المشهور فيه، يجي محشي بشوكولاتة أو بالبستاشيو الفستق. أنا أخذ الفستق لأن أحبه. ذكرت واحد قال البستاشيو بعد ما صار يسموه، أو الفستق بعد ما صار يسموه بستاشيو صار طعمه أحلى وصار كول. شكله كيف؟ والله شكله أنيق كمان. أهو شايفين؟ أنا محشي كذا، شغل فرنسي يا حبيبي. بسم الله. والله لذيذ. لا جميل 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 جدا والله. لا يستاهل. على طول من أول لقمة أقول لك مباشرة. أحيانا بعض الأكلات تأكلها يبغى لك شوية تفكر كذا وتتدبر وتحس وتشعر بالطعم. هذا على طول. بسم الله. والله يا جماعة الخير الزحمة عندهم يكون من هذا الخط لين حول البلوك.